ولي الساعة 1 ايه؟ يا لطيف. شو هالصار اللي إلي يا لطيف؟ شو نومة ايد؟ ايوه لك حرقت الجرس. اهلين هيثم. اهلين صهري. لك شبك يا مستعجل. ما صفي للافطار الا 4 ساعات. ليش قد الساعة معك؟ وحدة ودقيقة. يا لطيف تأخرنا. فوت هيثم فوت. يلا. لبينا ما البس ومنروح رأسا. اخد علي الصيام. صهري تعال افتح الباب يا سينو. لك انا برا افتح انت. لحظة هيثم. مرحبا عمي ابو صلاح. اهلين وسهلين، امرني يا اخي ياسين. ما يأمر عليك زعلان. بدي كيلو فول ونص كيلو حمص وكتر لي المرقاة شوي. اموال عيني يا اخي ياسين، ان شاء الله كل عام وانت بخير. والعايل وانت بخير. نص كيلو حمص كمان. قديش لك معنا عمي ابو صلاح؟ وفرق اخي ياسين، شو ما بيطلع من خاطرك انا ابلام. لا تحرجني. قلي قديش. 45 ليره بس. شكرا. الله يكرمك. شكرا. مع السلامة، الله معك ياسين. سلام. فوت هيثم فوت. بحياتي كلها ما حملت هيك حملة. ايش بدي احكي انا يلي كل جمعة عندي هالزفت هالبدان. ايه سيدي، شو بدنا نبلش هلا؟ لا تحكي الهم بنوب. رح ابلش فيك. شلون؟ ايه وبعدين؟ مثل ما قلت لك انا صولت الرزات وهيثم عم يقشر الباذنجانات. انتبه ياسين، هذا خالي ومرته بدققوا كتير على الاكل وقواتيله ها. لا يكلك فكري. انا عامل كل احتياطاتي وان شاء الله بينتفخوا قصدي بينبسطوا بهالفطور وما بينسوه بحياتهم. فرحتني ياسين. قلي بدك شي جيبه معي وانا راجعه على البيت؟ رضاكي. ما بدي غير سلامتك. يلا بخاطرك. شو يا وين صار حسن وصلخانه؟ لا ابدا، بس عم فكر. شو عم تفكري؟ عم فكر كيف بدي لحق اطلع من الوظيفه وروح على السوق واشتري اغراضه والحق اوصل على البيت واطبخ وانفخ ولحق موعد الافطار. الحمد لله انا مرتاحه من كل هالشغلات. وليش بقى؟ جوزي ياسين مريحني كتير وخاصه بشهر رمضان. قصدك بيجيب اكل جاهز؟ لا، معودني من اول يوم اتجوزته انه كل رمضان يتكفل هو بالطبخ والنفخ. يو ومحله، قصدي يعني بشغله. اللهم اني صاعي. لك شلون انا قلت لها لمرتي حنان انه انا صولت الرزات وانا لسه ما صولتهم.
يلا سيدي الله بيسامحني. ياسين، نعم. هلا لو انت بشهر رمضان هان ايوه. قلبت محلك من بياع فلافل لبياع طرشي، يعني قصدي مخلل، إيه. ما كان احسن من القعده بالمطبخ؟ هو شيء مو احسن لي يا هيثم، بس بتعرف شغلة بياع الفلافل او شغلة بياع المخلل بدها اخذ وعطا. ليش في احلى من الاخذ والعطا لك اخي ياسين؟ انا مالي خلق يا هيثم، مالي خلق اخذ واعطي، خاصة وانا صايم. لا واخذ والعطا بنرفز الواحد كتير. مزبوط. وانا زلمه ضد عقلي الاخذ والعطا، ما بحب اخذ واعطي مع الناس. شنو اذا بتاخذ وبتعطي مع الناس يا اخي بجوز ما يتحملوا. صحيح. او انت ما تتحمل الناس. صحيح. بقى بجوز شباب كريت نفرت كرة. إذا ما بتحب الأخذ والعطاء وقريت كل هالقر هذا معي، شلون لو إنك بتحب القر؟ فهمني. اي مسكين من ايدك. وينك ياسين؟ نعم. بكفي تأشير بيت الجار. ارجيني كفي هي وبكفي وزياده صار. ما بدي كفي شيء، خلص بكفي يعني بكفي. طيب بكفي هن بقى زياده يعني، وهي زياده بس حسب ما نكبها. لك عمي، أنت قديش عدد المعازيم اللي جايين؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ شنو اختك يعني مرتي حنان عازمه خالها يعني خالك. لك ايه خالي، بس انا واحد منهم، عندي 4 اخوان، واحد عنده 13 نفر، والثاني عنده 5، والثالث عنده 7، والثالث عنده 6 بنات، اني واحد منهم. الحق على اختك حنان، ما قالت لي انو تبع ال7 ولا تبع ال4 ولا تبع 2 ولا تبع 9، ما قالت لي اختك. اللي كان على انو اساس، نعم. على انو اساس صولت ونقعت الرزات. هيك مشايله انت الرزات حطيتهم على البركه. بدك بصير هيك مشايل، بصير بني ادم. هذا الرز بده مقادير معينه. شو لك يا اجدب، هي تبع كلمه مقادير. النسوان مشان يعرجوا حالهم قدام رجالهم انهم بيعرفوا يطبخوا بيقولوا مقادير. شو مقادير؟ قال مقادير قال. شو رايك سوسن؟ تيجي تفطري انت وجوزك اليوم عنا وبلالك نروح على السوق. منين يا حسرة؟ ليش بقى؟ ماشي، مع السلامة. خلينا بعافية. يا ستي جوزي متعود بعد ما يفطر ويعبي كرشه يتسطح على الصفاية ويتفرج على التلفزيون. إيه عنا تلفزيون، وين المشكلة؟ المشكلة وين بده يتسطح؟ ياسين، يا ياسين. نعم شو بدك؟ تعرف انه هالباذنجانات هدول بكفوا ل100 نفر؟ الحمد لله، الله طرح فيهم البركه. لا، هدول يا عمي كتار. لا سيدي مختار، يا دوبهم يقعدوا بسفل الطنجره وما رح يبينوا. لك أنا طنجرة هدول بدهم طنجرة، هدول بدهم حلة. سيدي حلة طنجرة مو المهم المعازيم ياكلوا وينبسطوا وما ينسوا هالفطور بعمرهم. ما قلت لي شو؟ خلصوا اللحمات استواء؟ حطيتهم بطنجرة الضغط على النار، هلا بدي اخذ المرعى تبعهم واعملها نصبة للرز. شفت شلون انه هدول ما بدهم طنجرة، بدهم حلة. وشو حلة كبيرة. ولا يهمك هيثم، ولا يهمك، انا عامل استحقاقاتي. يا سلام، اللحمة استوت تمام.
وهي الباذنجانات ياسين. هلا شو بدك تساوي؟ يا سلام. يلا هيثم. نعم. ناولني هالطنجرة اللي قلك. ايه على عيني. وهي الطنجرة. ياسين، نعم. انت لهلا ما قلت لي شو اسمها هي الطبخة اللي عم تطبخها؟ هاي لغز. بس هلا متى ما خلصت الطبخة بتعرف شو اسمها. شو لغز ما لغز؟ بعرفها، هي اسمها رز بالباذنجان. هيك شي، بس إلها اسم تاني. شو هو؟ هي اسمها مقلوبة بالباذنجان. شو الاسمها؟ هلا متى ما خلصت بقلبها. لمين لخلقتها؟ لك للطبخة. لكان شو اسمها مقلوبة الباذنجان؟ شبك واحد مثل المسطول. ناولني الرزات. أي رزات؟ لك الرزات اللي بالصينية. هيك تحقيب الواطي. لحظة لحظة لا تطلع الرز. بدي احط اللحمة لسه. شايف؟ اياك تتعلمها وتصير تطبخها لحالك. إن شاء الله. يلا حط الرز بقى. ايوه يا عيني عليك. هات ناولني طنجرة مرقة اللحمة مشان نحط نصبين للرزات ونطبخه. قولي شو تقيل لك يا سيدي؟ قطع كت. يلا. بس قل لك بس بتوقف. ايه. كت 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 بس. بس ايوه. ناولني قطع الطنجرة. هاي الغطا يا سيدي. يسلموا هالديات. شيل معي. لحظة. لك نسينا نحط لها ملح. هات الملح هات. الحمى تسلقني إلهي، الحمى تسلقني. يلا بسيطة معلش روق. هلا بالغلي بيروحوا الملحات كلهم. بين معي. يلا يلا. وهلا شو بدنا نساوي هلا؟ تعال معي. لك وين رحت يا صهر يا صهر يا حبيب قلبي، وين رحت؟ ما بدنا نعرف الطبخة قديش بدها وقت لحتى تستوي. ما بدها كتير. هلا متى ما بعبعت منوس النار تحت الرزات مشان يتهدوا. وبعدين؟ وبعدين بنطفي النار وبنكمش الطنجرة وبنقلبها بالصينية الكبيرة تطلع مقلوبة. تعرف لك ياسين، نعم. أنا بحسدك من جوات قلبي على طولة هالبال تبعك. أنا بالي طويل بس بالأكل. إيه دخيله هالنفس، أنا دخيله. هلا ضروري تحط مع اللبن خيار. لك يا ابني هي اسمها سلطة خيار باللبن والثوم. يا حبيبي وفيها توم كمان. لك وخود على عطش بقى وعلى كركعة ميايا لحتى يجي السحور. طول بالك.
شو هاد يا هيثم؟ ليش جبتها هي الزبدية الكبيرة؟ مو حطيت لك زبادي صغار؟ ما بيأثرك يا ياسين، رمضان كريم. على راسي هذا لبن بتوم بنحط بزبادي. ايش دخلي؟ هي مرت خالي، هي مرت خالي. اهلين مرت الخال. اهلين مرحبا. اهلين دادو. لك اهلين بدادو، يا مش بدادو انا. هلين خالي تفضل. يا اهلين وسهلين، يا اهلين. سالم هذا عليك بالصحة تفضل خالي والسلامة. تفضل. يا اهلين وسهلين، يا اهلين. اهلين تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. خالي اما هالياسين بيسوى تقله. الله يخليكم لبعض. الله يسلمك. مرت خاله ياسين عامل لك طبخه بحبها قلبك كثير. اكيد يا مقلوبه. شلون عرفتي؟ هاي الاكله اللي بحبها قلبي. عن اذنكم دقيقه بس لغير ثيابي قبل ما يضرب المدفع. تفضل. ياسين ياسين ياسين، لك شبك عم تصريخ. يمكن استوت الطبخة. رجيني شو عرفك؟ شو عرفني ان الهبان اللي عم يطلع. برافو عليك، صرت تفهم بالطبخ على اصوله. لك لكان انا بعجبك. بس ياسين، نعم. كأني شايف الهبان هيك ملوح على سواد شوي. رجيني لحظة اشوف. لك لا استوت الطبخة. هيثم، نعم، ناولني الصينية الكبيرة. على ايدي. حبار. هي الصينية صهرية. تحط الطبة فوق منها. ايوه مسك هدول مشان تساعدني. حط ايدك انت من هون. انا رح احط ايدي من تحت يا لطيف. وبدنا نقلب. يا عيني عليك يا صهري. طول لك اسحبها هيك شوي. هلا بقى هيك. اللي بحكيك انا وياك، واحد اثنين ثلاثة. برافو عليك. وقت لحظة نجيب الكف. يا لطيف على الريحة، أكيد رح تطلع طيبة كثير. بتجنن يلا. يا لطيف ما أطيبها لك يا ياسين، من ريحتها مبينة بتجنن. لحظة. ليش هيك قلبي خلقتها؟ هي محروقة مو مقلوبة، كله منك. انت اللي نسيتني نوص النار تحت الطبخة حتى احترقت. هلا والعمل شو بدنا نساوي؟ وطي صوتك ليسمعونا الضيوف. شو بدنا نساوي؟ احسن شي نفرق انا وياك قبل ما تجي اختك تقلب وشها السلام عليكم. خير خالي ابو رياح، شلونك؟ طمني. اهلين ابو رياض. في شي لا سمح الله؟ لا طول بالك. انا رايح على البادية مشان اجيب كم خروف. عرفت شلون؟ أيوة. بدي اياك تدير بالك على الدكان وعلى ابن رياح.
على عيني. هلا خوش كنا رايحين انا وهيثم منشان نقطع لحمه. ايه برافو عليك، دير بالك عليه مشان ما يورطني مع التموين والصحة. ها مين بده يورط الثاني، انت ولا هو؟ مو انت اللي بدك تجيب لحمه بدون ختم؟ كوت بلا فضايح. ايه صحيح. لا تنسى. لا ما بنسى. يلا دير بالك على رياح. ها ايه ايده خفيفة وغشاش. لمين بده يطلع؟ السلام عليكم. لك نسينا نوصي على كمي. الحقوا. هلا بدك تقول لي ولا لا؟ شو بدي هلا؟ هلا من طول عمرك انت بتشتري لحمه خروف من عند خالك ابو رياح، ايه هالمره ليش عم تشتري لحمه بقر من هون؟ غشي. لك يا عمي طبخة اليوم غير كل الطبخات اللي بتعرفها عندي. شلون بقى غير كل الطبخات؟ فهمني اياها. لك شلون بدي فهمك اياها؟ هي الطبخة إلها خصوصياتها وما بتنطبخ إلا بلحم بقر. هي اول مره بسمع هيك سمعه. ولسه رح تسمع كتير. شرف. طب وين رايح؟ 1000 مرة قلت لك لا تتسرع وتكون لجوج. هلا لجوج اذا بقول لك وين رايح؟ الحقني. لاحقك الحق البوم. انت متأكد انه ياسين بذاته عم يشتري لحم بقر؟ متأكد ونص، حتى اني رحت لعند اللحام بنفسي وسألته. بس على حد علمي انه ياسين ما بيطبخ طبخته الا بلحم ضاني. بس اليوم بالذات اظن لك بده يطبخ بلحمة بقر ابو رياح. يا ترى ياسين كم كيلو لحمة اشترى؟ لما سألته للحام قال لي اشتروا شيء، اللهم صل على النبي، اللهم ايه، شيء 3 كيلو لحمة ابو رياح. 3 كيلو؟ لا 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 يا ياسين، الله يصلحك. كيف ما كان يعني بدك تقول فيه الربح شيء 300 ليرة. ايه سيدي، انا اللي علي عملته. دخلاك وين راحوا بعد ما اشتروا اللحمة؟ راحوا لعند ابو نعيم. لك ايه، ابو نعيم السمام ما غيره، شو بنا ابو رياح؟ برضاي عليك يا احمد، بتروح بتسأل ابو نعيم وبتشمشم لي الاخبار. اخبار؟ مثل شو ابو رياح؟ ولا اقول لك روح استدرج لي ابو نعيم وافهم لي منه شو اشتروا غراض من عنده. الله عليك يا ابو رياح، شو بتحب الفاينه. انا بحب الفاينه. يا حاجتك بقى حاجه، روح روح اوام بسرعه خلصني يلا. قال مين غاظك؟ يلي بلغك. نعم. هلا قل لي غشي ولا جوج؟ معناتك في عندك سؤال بدك تسألني اياه. ايه نعم، وسؤال واحد بس. تفضل سأل. أنا بسمح لك تسألني سؤال واحد بس. هو سؤال واحد. تفضل. نحن اشترينا اللحمات مزبوط. والرزان نعم. والعصفور، نعم. مزبوط ولا مو مزبوط؟ مزبوط. ليش جبت هدول الشغلات معك من هون؟ من شان الطبخة. والطبخة بدها هيك شغلات؟ ما بحسن جاوبك. لك مو انت قلت لي بسمح لك بسؤال؟ مزبوط. بس هذا السؤال يا فهيم صار رقم 2. هذاك السؤال الأول هذا سرق. تفضل شرف. وشو بدهم يعملوا بالاغراض احمد؟ علمي علمك، انا اللي شفته قلت لك يا شيء فهمنا. اللحمه اشتروها مشان الطبخ، والرزات والعصفرات كمان مشان الطبخ. لك شو له علاقه المحل هاد بالطبخ والنفخ؟ إيه مالك علي يمين، حملوا حملة عجيبة من المحل. ليكون حدا موصيهم يشتري لهم شيء من المحل. ما بظن بنوب نوب. على كل انا لاحقهم على الدعسة. بري عليك ابو حميد. انا الك يا ياسين.
احمد؟ شو خبرني قل لي. هذا يا سيدي اخذوا تاكسي وبوشهم على بيت ياسين. الاغراض كلياتهم معهم؟ ايه سيدي، كل الاغراض معهم. شو بك احمد؟ صوتك تعبان وعم شحيط. نشف حالي وانا راكد وراهم من قرن لقرن لوصلوا للبيت. يعني مثل ما بتعرف دفعت. ايه ابو رياح دفعت. الله يجزيك الخير. المهم اني انا طمنت تمام على مخططات ياسين. بتريد شيء غيره ابو رياح؟ قل لي. الرضا وينك احمد؟ الله يرضى عليك ابقى مروق علي بعد الفطور مشان حاسبك. مع السلامة. يوم واحد غيب عن الدكان يعمل مع ياسين كل هالعمايل هي. خف ايدك هيثم، رح نتأخر. قد ايه صورت رز بحياتي، مت هالمرة ما مر علي. انت هي اول مرة بتشارك بأكلة معتبرة. بتعرف ياسين، هي أول مرة بتمر علي أكلة معقدة. لك شو اسمها؟ كم مرة صرت قايل لك على اسمها؟ كثير، بس ما عرفت اسمها لأنها معقدة. يا فهيم، هي اسمها بس مشكات. باش ماركات؟ لك هذا الاسم سهل كثير. باش ماركات اللي من الأول باش ماركات. هات ناولني هاللحمة المفرومة. وين اللحمة وين اللحمة وين اللحمة؟ لك ايه مع اني فرمتها الصبح. هاي اللحمة صغيرة. قال لك قرب لي هالرزات. هيثم، نعم. انا ودي البهارات والفلفل. رش فلفل وبهار. رش فلفل. مارو غير فقي على العملة. انا بتصير معي كتير. ياسين، واذا بصير معك هيك شيء شو بتساوي؟ بطنش. وانا راح اطنش. نسينا الملح. اوام هيثم، الحقني بالملحات. الكود قدامي لحتى الحقك. هلا وقت المزرعة اوام ناولني كاسة ملح. بس كاسة ملح مو كثير. لك يا جنبي، مو انت خربطت وكتيت لي البهار بكترة؟ فهلا كاسة ملح مشان تعدل مع البهار. شبنا هيثم، فتح لي مخك. صحيح لازم فتح مخي، لانه هذا الطبخ بده تفتيح مخ. لك لك شايف؟ هلا هي متى ما انت اكلت منها رح يطير العقل تبعك وما رح تنساها بحياتك. هو بهالشارع الواحد بيخطر لباله اكلات لا بتنزل لا بعبان ولا بميزان. مزبوط، بتجي على باله اكلات ما اكلها من سنه. هلا بلش الشغل. يا جماعة أنا رح أتعقد. من ايش بقى؟ 3/4 أكلات رمضان الموجودة بهالكتاب عم جربها وما عم تزبط معي. ليش مو شارحين طريقة التحضير؟ امبلا وطبقتها حرفيا بس ما عم تزبط. شلون بقى ما عم تزبط؟ اذا شارحين لك الطريقه والمقادير،
اكيد نفسك مو طيب. شلون يعني نفسي مو طيب؟ هلا ما بيقولوا فلانه نفسها طيب على الاكل وفلانه لا؟ اكيد لكن انا نفسي لا. شروق احساني. وانتي سناء؟ انا ما بعرف الا اقلي بطاطا وحط كاتشب. انيالك لك. دخلك حنون، كيف نفس جوزك ياسين بالطبخ؟ إيه لولا ياسين ما بيعرف يطبخ لكانت حالتنا بالويل. ليش جوزك بيعرف يطبخ؟ ايه لانه ما بيعجبه طبخي، قصدي نفسي. لكن حنان دخيل عينك، بدي اياكي تسالي لي ياسين كيف بتنطبخ البسماشكات. لك يا لطيف شو حظك حلو. ليش بقى؟ قولتك زبطت؟ نحن عملنا اللي علينا والباقي على الله. شايف لك اللحمات خلصوا والرزات بقيوا مثل ما هن. ولا يهمك طنش. المهم اللحمات انحشوا وصاروا جاهزين للطبخ. بتعرف ايوه هي اول مرة بشوف لحمة بتنحشي مع لحمة. اوام ناولني طنجرة الضغط. ولا شو طنجرة الضغط؟ هلا هي الأكلة ما بتزبط إلا بطنجرة الضغط. لك شو بدي احكي معك غشيم؟ ناولني طنجرة الضغط. عليم الله اذا بدي اطبخهم بطنجرة عادية ب7 ايام ما بيستووا. اوام هيثم. نعم. ناولني سط المي اوام. ليه سطل المي؟ هلا بعدين بنشطف لنخلص الطبخة بنشطف المطبخ كلياته. لا تناولني سط المي بسرعة، المي مشان نحطها فوق اللحمة بالطنجرة. يا لطيف على النسبة يا سلام
مدبوكين دبك. لكن حبيبي صايم بيكون صايم طول النهار، بده شي يطبخ معدته بهيك أكلة. وين تلقى؟ فوق راسي، لك هون بالطنجرة يا جدبي. هون. ايوه. يا سلام، قديش بدها تنبسط مرتي هي ورفقاتها بهالفطور. هي شعلنا الغاز. يلا. هلا مطولي هالقنابل لحتى تستوي، قصدي هالطبخة حتى تستوي. يعني بدك تقول بدها شي ساعة. يعني بنلحق نساوي السلطة. لكن شنو أنا عامل حسابي، أنا طباخ وبرنجي. صهري، هلا قدام هاي الأكلة مو لازم نعملنا شي 3 كاسات رز؟ غشيم. لك يا جبي، مو حشينا اللحمة رز كمان نساوي جنبها رز. حسام، تذكرت بزمان ستي لما كانت تطبخ لنا الباسماشكات كانت تساوي لنا جنبها فتة مقدوس. فتة مقدوس؟ لكن جيب لي مرقتين لعلك نفتهم بالزبدية. وين بتستعجل؟ فتة مقدوس، فتة مقدوس. صهري، نعم. يعني سؤال ولو انه ما له بمحله. تفضل. هي الفتة تبع المقدوس ايوه. شو بيحطوا لها مرقة؟ مرقة لحمة ولا مرقة مخلل؟ غشيم، لك غشيم بتطلع. ليش؟ لك يا جدي، المقدوس مو في زيت؟ بلا. حلو، منفت الخبزات ومنفت المقدوسات وبعدين الزيت اللي تبع المقدوس منكته فوق الخبزات بتشتشو. هلا ما بدي اشرح لك الطريقة نظريا، لازم تتعلمها عمليا. ايوه، هلا انت عم تشتغل وبتفرجيني شو بتحطها. برافو عليك، بتشوفني شلون بشتغل تتعلم. صهري، نعم. الزعتر بتساوى فتة؟ غشيم. يا ميت اهلا وسهلا. يا اهلين، تفضلوا. اهلين. يا اهلين سنوق. اهلين فيكي. يا اهلا وسهلا. يا اهلين، تفضلوا استريحوا. يا اهلين سناء، هي اول مرة بتجي لعنا ما هي؟ والله. شلوني معكم؟ هي وصلنا على الوقت تمام. يعني ما بقي لنا ضرب المدفع غير شي 10 دقايق. مزبوط. عن اذنكم بس لنروح شوف ياسين شو عم بيساوي بالطبخ. ايوه. شامة ريحة غريبة يا ياسين. اهلين حنونتي، انا بشهر رمضان ما بحط كالون يا بنو. وانا كمان مثل صهري لانه مو مستحبة. بعد هيك لك شو عم تخبص انت وياه؟ بدنا نساوي فتة مقدوس. لك ما هي بتصير فتة المقدوس. بالله هي مقدوس وهي خبز وحطينا له زيت مشان يتشتش. لك يا فهمة، فتة المقدوس بدها لحمة وباذنجان ولبن وطحينة. مين الأجدب بقى؟ وين السلطة؟ صحيح، وين السلطة؟ لك شو وين السلطة؟ مو انت امتى وحطيتها بالخرستانة؟ بلا، بس وينها؟ بالخرستانة. ياسين، نعم. شامة ريحة مثل شويط. هي ريحة الباسماشكات. قد ايه صار لك حاططها على النار؟ يعني بدك تقولي شي. قولي. اما
اما جوزي هالياسين عليه نفس بالاكل بيطير العقل. مبين عليه مزوق من تنقايته الك. ولك تسلمي لي يا حق. وليه؟ شو هاد؟ اكيد بدفع الافطار. لروح جيب باقي الاكلات لك. ولي على قامتي ان شاء الله. لك شو صار معكم؟ القنابل اللي حطها ياسين بالطجرة فجرت فينا. يلا اشرب حبيبي اشرب. ترعى اشرب. لا تياس اشرب عمالك. لك اشرب. هلا بدي اشتغل فيك طول النهار. جايب لك احسن زيت ممتاز. هون طلع فيي. هون طلع فيي. طلع فيي ولا طلع فيي. طلع. لا بدك تشرب. مو على كيفك. غصب عنك. خد. جارنا ياسين ما حليلك الا تحط الجدي قدام بابي. اهلين خالي ام عصام. بس دقيقة ليشرب شوية وبقيمه من هون. اشرب. اختنقنا بريحته وصوته قرق راسي. ما بعرف ليش هالجدي متيز وما عم يشرب. ليكونوا الميات وسخين غير له الواعى. ما بظن. بس يمكن مو معود يشرب زيت بلدي ممتاز معلم على زيت الصويا. ولا شو عم بتشربوا زيت؟ الجدي ما مغص شي. بس الحكي إلي مو إلك. ما بظن. هو مثل الحصان. بس مرتي حنان جاية على بالها تاكل جدي بالزيت. جدي بالزيت قال. ايه منين طالع لي بهالطبخة؟ ايه روح يا عيلة مصاريع. الله يعينها على عقلها. مرة خرفانة وما بتفهم بهالأكل. يعني شلون بتنطبخ هي الجدي بالزيت؟ ما بعرف، بس هيك سمعت من خالتي. قال اطيب اكله اكلتها بحياتها. بس ياسين بيعرف كيف يطبخها. حنان بدي اطلب منك طلب بس مستحية. ولو تستحي من اختي. يعني اذا ما بصير فيها سئلة ها تسكبي لي شوية من الجدي بالزيت. اي مو على عيني، بس مين بده يوصل لك اياها على البيت؟ لا تاكلي هم. انا ببعت جوزي حسن لما بتكونوا جاهزين. اصبح ابعتي المساء الساعه 5 قبل المغرب بشوي. تعتر خي خي خي. اجوا بيشوا. لا ما بدك تشرب. ما بصير. يلا اشرب. ليش يعني شو بدك؟ مرحبا ياسين. شو عم بتساوي؟ اهلين هالسوم. لك ما عم يرضى يشرب الزيت معي. زيت؟ إيه. ليش الزيت؟ مو انا عم بستناك لحتى تجي مشان ناخده ونروح لعند خالي ابو رياح يطبخ لنا. ايوه يعني اليوم بدك تطبخ لنا جدي بالزيت. لك شو عرفك؟ لك واضحة مثل الشمس واضحة. شو انك قلت لي عم شربوا زيت تذكرت هديك الاكلة. بس متنح وما عم يرضى يشرب. لا معي بيشرب انا. شو هالحكي يا؟ تعال هذا عمو هيثم. اشرب معه. تعال تعال حبيبي. هي زيتات. تعال حبيبي تعال. يلا اشرب. اشرب. اشرب لشو؟ شو؟ اشرب. لا عم شو عنيد. يا اشرب. هذا عنيد كتير هاد. اشرب. صهري تيس. لا بقصد هذا تيس يا صهري ومعند. معني. هذا عمو هيثم. هذا اخوه لمرتي. ايه فهمت انا منكم وفيكم. اشرب معه. اشرب. لحظة اجتني فكرة. شو هي؟ رح اخلي لك اياه يشرب غصب عنه. يا عيني عليك يا ياسين. قوم وينها؟ افهم علي. وينها؟ لك وينها؟ فعلا وجدي. انا ماني ياسين انا. لك افهم علي. انا بدك ضربة بوكس بجيب اي رقاصة. لا تضربه. خذ. هي ببروني رأسا لله بنحط لي اياها بتمه بيشرب. يا عيني عليك على هالفكرة. هات. لحظة لا تصعي لحتى احط له
مريولي مشان ما يوسخ حاله، مشان ما يوسخ حاله. لك هي عمو ياسين عم يلبسك دحو. ايوه هلا باخدك على المرجوحه كمان. ايوه يلا يا حبيبي يلا تعال. ايه صحيح. يلا نام يدبرني تحت. نام لا جب لك طير الحمام. نام لا جب لك طير الحمام. يا جدي ويا دقة يا شي شعرك منقى. يا جدي ويا دقة يا شي شعرك منقى. يا جدي اشرب لك اشرب. يلا ساير لك اشرب لا ترد بوش هيثم ولا. ايه طيب بطل انت عم يكنني. تعود اخي وينك اخي ياسين؟ هذا ما بيلبق له لا الدلال ولا الغنوجه. طيب شوف في عندك طريقة نخليه يشرب الزيتان؟ طريقة في قدامكم طريقين. حلو شو هن؟ يا اما بتحملوه بتاخذوه برات البنايه، يا اما رح اجيب لكم الشرطه. اهلين عمي عبد مروان، شبك معصين؟ لك هاي بنايه بشر مو زريبه لتربايه الخواريف والتوس. لا يا جار لا يا ابو مروان، هلا معقولة ما تتحمل اخوك ياسين بس للمساء؟ هلا رح تحملوه وتاخذوه برات البنايه ولا لا؟ لا ما في غير اني اجيب لكم الشرطه. طولوا بالكم شوف. ضهري راحوا الزيتات. الله عليك يا ياسين، شو على نياتك؟ انا كان كل فكري انه الزيت مشان يطري لحمته ويخليها مثل الهليون. شو رايكم تاخذوا من عندي شي كم كيلو لحمه بعظمهم وتطبخوا طبختكم جدي بالزيت؟ طيب انت ليش ذبحت لنا الجدي مشان تعطينا لحمة خروف؟ ذبحنا الجدي اختصارا للعي والنق تبع الجيران. طيب ليش انت عم تقول انه لحم الخروف احسن من الجدي؟ لانه لحم الجدي هيك سبحان الله بشط وبمط وقاسي كتير وما بينفع للطبخ، وخاصة هذا الطبخة تبعكم جدي بالزيت. بس انا دافع حقه وشاريه. مو مشكلة، أنا بدفر لكم إياه. وشلون بقى؟ أنا ببيعه على حسابكم، لا يكلكم فكرة. طيب شلون بدنا نطبخ جدي بالزيت؟ اترك علي، بدي موافقتكم بالأول، صرفوا ولا ما صرفوا؟ صرفوا. ايه إلنا يجوزك ياسين ما له غير الأذى. يوم حريقة، يوم إسعاف، يوم زلزال، يوم عجقة. ايه عليم الله رح يطفشني من هالبناية. طولي بالك خالق ام عصام علينا شوي. يلا كل هذا كم يوم بيرجع لدكانته مثل العاده. أنا ما خفت إلا تصير جريمة قدام بيتي. وليش تصير جريمه لا سمح الله؟ لما تخانق هو وأبو مروان وعمل أروشة. ايه أنا بعرف يا تقطع هالعيشة. منين الله بلاني بهيك جيران؟ خير عمي عبد مروان، شو بك؟ الله يجعلك من اهل الخير. شو كان بالحضانة جايبه؟ لك لا بس الطربة شيء في الوعد تبعكم. شو هذا كمان شو هذا؟ لك هذا واقف صوروني على الإشاعة. إنه شو صار معي؟ عربيه مكسور فخده. مكسور فخده؟ إيه عرفت شو؟ شي بالشي يذكر ان شلون قدر يقنعنا خالك ابو رياح ويعطينا فخدة لحمة لحتى نطبخها جدي بالزيت. شلون صارت هي بقى؟ يلا سيدي منغير الأكلة. شلون بدنا نغيرها؟ قصدي منغير اسم الأكلة. يعني بتصير خروف بالزيت؟ خروف جدي ما بتفرق.
المهم اسمها لحمة بالزيت. قلتك بس انا يلي قارقني انه كيف هيك يعني تعذبنا نحن وعذبنا معنا هذا الجدي. افترينا عليه لهالجدي، خليناه يذبحه، لا وتركنا له اياه لخالي ابو رياح. لك بتتذكر لما صقيناه بالببرون الزيت بتشبهه. شايف مسكينة هالام عصام شطفت وكنست قدام الباب. يا سيدي خليها تحرك دمها، يا مين شايفها قاعدة ورا الباب، لسه ما بصير حركة إلا بتفتح الباب وبتنط لك، ولحقنا بقى على الله يحسن كبرتنا. آمين. شرفتوا؟ ها لا راجعة بكير اليوم. أهلين أختي. لك حدا بيعمل عملتك وبضايق جيران؟ خير عن شو عم تحكي ما فهمت. لك عن هذا الجدي اللي ربطه قدام باب الجيران. يعني بتريدي من شان ما ازعل الجيران فوت الجدي لهون على الصالة؟ ساعتها بتزعل أختي. يو شو فايق ورايق بعد من طريقي. لوين؟ وعدي سوسن بدي اروح معها مشوار صغير. روحي الله معك يا روحي. أختي نعم شو بدك انت التاني؟ بدي منك طلب ويا ريت هيك تلبي لي اياه، يا ريت تعزمي سوسن واختها لعنا على فطور، وساعتها بكون انا اسعد شاب بهالحياه. مبين عليك طبصت. ايه ليش الكذب؟ خوش انا كنت بدي اسكب لها شويه جدي بالزيت بس مشان خاطرك رح اعزمها هي واختها وجوزها. يلا بتعرف عليه عديد المستقبل. خيروني بابن العم، خيروني بنت الخال، قلت لهم يا هادي اني براسي موال، ابن عمي ما يحلالي وما هو ببالي، وليفي الغالي. يلا هي رح نسلق اللحمة. شايف؟ تشعل الغاز بتحط الطنجرة هيك. طيب وهلا شو بدنا نساوي؟ هلا لبين ما تستوي اللحمة وانا قش الزفرة انت صور لك شي 3 كاسات رز. ما بكفوا. ليش لحتى ما يكفوا؟ كلياتنا 3 اشخاص بس. بدنا قدون. ما فهمت عليك. ومين هدون اللي قدون؟ حبي واخت حبي وجوز اخت حبي اللي بده يصير عديلي بالمستقبل. هلا فهمت. يا سلام يا سلام، سبحان الله عن النصيب. طلبك عندي تازة، ما صار لي نص ساعة ذبحه. وكم كيلو بيطلع تقريبا؟ يا سيدي هذا بدي بيعك يا شيلي. بصير هيك على العمياني؟ لا مو على العمياني، أحسن إلي لك هيك شيلي. طيب قديش بيطلع حاوة تقريبا؟ يعني 3000 ورقة. لا هيك غالي كثير. عم بيعك يا برسمالو. علي ابو رياح حدا ببيع برسماله؟ هالجدي بده يبيعه صاحبه بخسارة، مشان هيك أعطيتك يا برسمالو. اقنعتني يا ابو رياح. يا سيدي حظك حلو، هالجدي بيطلع معك أكلة جدي بالزيت بتطير العقل. ما انا اخذته مشان هيك اكله. إن شاء الله مأكول الهنا، صدقني لحماته مثل الفستق تتهنى فيه. تعال يا ولد. نعم يا بيا. معوضين. مع السلامة. يا رب تجعل رزقتنا حلال يا رب. حطوا لحاله بالصينية. بحبها ما بحبها، 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 بحبها. اعطيني طنجرة هيثم.
طنجرة. بحبها. شو بدك؟ لك بدي الطنجرة. ليش بدك الطنجرة؟ منشان قلي اللحمة بالزيت. قول بدك الطنجرة. شو ما قلني بالطاحون. هات هاي طنجرة، هاي مسيك مني الطنجرة. شو بالي مضوع اليوم انا؟ بدري شبه الهيثم مطوع بايش شعري الله اعلم. تناولني، اعطيني قنينة الزيت الله يرضى عليك، الزيت البلدي. ها شايف راحوا الزيتات وانا عم بصعد جدي ويا ريته شريت. منين لما نجيب زيت؟ انا حاطط بالخزانه الثانيه قنينة زيت من زمان، جيب لي اياها. هاي الزيتات بس لونهم مو عاجبني يا سينو. لك مو مهم الشكل، المهم الطعمه. على ما يبدو هذا زيت سمك ويمكن بكر. لك انا ما بشتري غير احسن الزيوت. ايوه ناولني اللحمات هيثم. هاي اللحمات. شايف شايف شامم ريحة لحمة ولا زيت، بس الريحة غريبة. معقولة هالحكي اللي عم تحكي لي؟ يمكن عالطبخ تطلع أطيب. ما ظن هيك شيء. صحيح سوسن، لا تتاخروا، تعوا قبل الفطور بشوي مشان يصير اللي ببالك. ها ذكرتيني، اوعك تفتح السيره قدام حسن. ها ولو ان احنا قصدنا من هالعزيمه يتقربوا القلوب بين هيثم وسهى. إيه، لانه بتعرفي يعني حسن كثير دقيق الملاحظه، بقى خلي هيثم يدير باله. من هالناحيه لا تخافي، وانا بنبهه كمان. بتعرفي اكثر شيء بيلفت نظر اختي سهى؟ هندام الرجال، بقى خلي هيثم يظبط لي حاله شوي. منيح اللي نبهتيني، حتما هلا هيثم بده يستقبلكم بلبس المطبخ. يلا بخاطرك تقبريني. مع السلامه، لا تتاخروا. لا باي. بدها تصير الأكلة تماما قربت تخلص. هلا ممكن تفهمني ليش حطيت الميات فوق الزيتات؟ لك يا حبيبي منشان يغلوا لهم شي خلوتين وبتصير أكلتنا جاهزة. شبك هيثم؟ لا صار عندي علم خلص. شو هالريحه الغريبه؟ مالكم شامين؟ هي ريحة جدي بزيت. بس في ريحه مو حلوه. مو معقول. شو جايبه معك اختي؟ ذكرتني ياسين، نعم. تسمح له دقيقه تنفس لهيثم؟ اسدوا معه. اختي شغلتي لي بالي خير. اشتريت لك قميص وجاكيت سبور وبابيوني. ليش معزومين على شي حفله؟ لك لا، انا حابه تلبسهم لما تجي سوسن واختها. ومنين اجتك هالفكره؟ مرحبا يا جماعه. يا اهلين وسهلين. مساء الخير. اهلين. جوزي حسن. يا اهلين السيد وسهلين. هيثم اخونا رفيقي حنان. يا اهلا وسهلا. يا اهلين. اهلين حنون. يا اهلين سوسن. سهى سلم سهى. ايه اهلين وسهلين.
اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. اهلين استاذ. يا اهلا وسهلا. اهلين ياسين. اهلين اخي حسن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرفوا. تفضلوا 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 واقفين على الباب، تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلين. شو هذا؟ ما عرفتك، افتكرتك جاي معهم. اظن هي اول مره بتشرف لعنا على البيت. اي والله حصلنا شرف. يا ميت اهلا وسهلا، نورتوا. اهلا فيكي. وانا بدي عم اقول لحالي وينه هيثم؟ وين راح هيثم؟ تاري هيثم عم يهندس حاله من شان حبيبة العمر، وتارك حبيبه وصهره بالمطبخ لحاله. اخص عليك. على اذنكم يا جماعه، بس دقيقه. اذنك اذنك معي. شايف شلون رفيقتي ظريفه مثلي؟ شلون صهري؟ امانه تقلي شلون؟ يا سلام، لك عريس بليلة عرسه. الله يجبر بخاطرك يا صهري. يلا ياسين، شو صار بالطبخه؟ كل شيء جاهز. ما بقي غير 5 دقايق. يلا خدي انت الليمونات والخبزات. تعا هيثم، خذ الرزات فوتهم على الطاوله. يا ميت اهلا وسهلا، تفضلوا ضرب المدفع. يا اهلين، تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا. اهلين. اهلين. تفضل سيد حسن. اهلين وسهلين. هلا بدكم تجربوا لي طبخ هيثم بالجدي بالزيت. مبينه طعمته مثل شكله، بس هذا بدون زيت. هلا بلا مجاملات، قولوا بسم الله. يلا تفضل. بسم الله. هاتي صحنك اخت سمسم. حسن بيك، هات صحنك. ايه هات لساعدك، هات. شو هاتي صحنك. ايوه خذي انتي، هي مصمصيه كلها. مستطعمه بشي سهى؟ الزيت مدري شو طعمته. شبه الزيت، صدقوني زيت بلدي. بجوز اخي ياسين، بس نوعيته مو ظريفه. ليه؟ مرمرت امي من شو يا ترى؟ ياسين، هلا انت متاكد انك قليت الجدي بزيت بلدي؟ شو متأكد؟ أنا بكذب عيوني؟ هيثم نعم. تعال أقول لك. بتروح بتجيب لنا قنينة الزيت اللي حطينا منها لقليل الجدي. ايه على عيني. أوام. أهلين وسهلين. هلا هيك بينطبخ الجدي بالزيت حنان؟ علمي علمك، انا متاكده انه طريقه الطبخ مزبوطه، بس الله اعلم. وهي قنينة الزيت البلدي يلي لنا فيها جدي. تفضلي، هذا بلدي ولا مو بلدي؟ الله لا يعطيكم العافيه فوق تعبكم. ليش بقى؟ لانه هذا زيت ماكينته خياطه. اجوا لعندك شي اليوم وشروا لحمه؟ طيب سكر الدكان ومروح لعند ابو حسني بياع العرقسوس، جيب سطل وروح على البيت. ماشي؟ مع السلامه. ياكي قاعد بتسلم عليك امي وبتقلك بتحب الفتوش بخبز مقمر ولا بخبز مريض؟ العين روح مو شي العين تطر ايه؟ شو هاد؟ معناتها ياسين متعرف له على شي لحام تاني وما عدنا شفنا خلقته. وينه هيثم؟ اتأخر. حوبي ما بيعرف يجيب الخبزات بسرعة. استنوني هون. ايه لا تخافوا، انا ما بطول، بس تشوف هيثم على الفرن وبرجع. اقعد هون هيك. مطول هيثم؟ لا
بس في قدامي هالكام واحد. يلا يا ترى بدنا خبز بالبيت؟ يلا زيادة الخير خير. هيثم نعم. خذ الله يرضى عليك، جيب لي كيلو خبز. لك حاسب حسابك ب4 رغفة. اخي انا بدي كيلو لحالي. ما بنحسن نزعل حدا لانه بالدور البيع. طيب هلا مو دوران؟ بلا. شو المشكلة؟ انت هيثم نعم كمان كيلو الله يخليك. ايوه جرب. اسلموك شري. هيثم شو بقى؟ تعال اغراضنا ناخذهم. لك شو شاري؟ مسك دجاج وبطاطا. ماشي. قولي شو تقال؟ لك كم كيلو بطاطا شاري؟ 20 كيلو بس. 20 كيلو و4 دجاجات. ايه انت شو ناوي تطبخ؟ الحقني. رح الحقك. لك ما قلت لي شو ناوي تطبخ اليوم؟ هذا اختك حنان مبارك شافت بالستلايت اكله طيبه وظريفه اسمها فخده دجاج. والله طيبه كثير هي الاكله وخاصه بهالايام. لا وشافتها بالستلايت من هذا الطباخ الصيني، فخده دجاج على الطريقه الصينيه. لك عامل لي حاله هذا كاوي الطباخ انه هو طباخ، لا بيعرف يطبخ ولا بيعرف ينفخ. يعني انت تطبخها احسن؟ ما بدها. اذا بدك تكذب الغطاس كل شيء بواضح. الليله على الفطور بتدوق وبتشوف بعينك. لا حبيبي لا، ما حذرت لانه انا ممكن اتعلم منك الطبخ، انما اقعد دوق لا تفكر فيها لاني انا معزوم اليوم. وين معزوم؟ عزيمه عاديه. قل لي عند مين معزوم؟ لما ارجع من العزيمه بقول لك. انت صايم انت؟ استغفر الله العظيم نسيت. اللهم اني صايم. معزوم عند احمد. معناتها فطورك فلافل. لا لك معدت من طول عمرك معدت. شو عرفك اني معد؟ هات لشوف. لك كان حدا بيجيب دجاج بيذبحوا وبينتفوا وبينطفوا وبيطبخوا. لكان الناس شلون بتاكل؟ شايفين بعينكم شو صار فيها؟ هيك بده يصير فيكم هيك. تعود لك في دجاج، لك في فراريج بالسوق، في فراريج مذبوحة خالصة وما بدها غير الطبخ. ضروري تتعب حالك وتتعبني معك. يا غشيم هيك لما بطبخن انا بايدي بعرف شو عم بطبخ، بعد قصدي بتعرف شو عم تاكل. ولك مو نفس الشيء. ايه صحيح سيناق. سيناق إلك. يه ما فيك الا حكي. اشتغل، لسه بدي اسلقهم وبدي اطبخهم ولك خلصني بقى. رح خلصنا هي خلصنا. بريد مدام حنان. شو اخذ عليك الصيام؟ خير في شيء لا سمح الله؟ هذا البريد للمدير العام مو الي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أتاري الصيام أخذ علي ماني عرفان. عن إذنك. مرحبا ضياء. أهلين مدام سوسن. مرحبا حنون. اهلين سوسن. مالي عرفانه شو بدي ساوي. خير شو في؟ جايه لعندي اليوم حماتي ومالي عرفانه شو بدي ساوي، هيك الله وكيلك هلا اتصلت فيني وخبرتني. ولا يهمك، بقيان الفطور 3 ساعات، تلحق اكبر طبخه. ودورة الكمبيوتر. ليش اليوم شو؟ 3. ولا يهمك، اجتني فكره. شو هي؟ بدي ريحك من هاللبكه. فاجأتيني بهالعزيمة. فهمت عليكي، بس أنا مالي عامل حسابي ابعت طلبات خارجية. ايه
ايه فهمت لا يكلك فكرة. هلا ببعت هيثم على سوق الدجاج مثل الطير، بيجيب دجاجة وبيجي. ما بتعدي؟ ليش دخلك هن؟ كم واحد عازمين؟ ايه طيب حاضر. والحساب كيف يعني؟ على مين الحساب؟ قصدي الدفع كيف؟ عم بمزح معك. لا تصدقي، عم بمزح. ايه هلا انا بعلق على طبختنا وبباشر بطبخة الجماعة. ايه امتى جاي انت؟ ليش اليوم شو؟ ايوه نسيت. ايه بسيطة. مع السلامة. شو سمعتني اذني يا سي؟ في عنا طلب خارجي لرفيقة مرتي. والمعنى؟ المعنى هي مسكينة السوسن متزوجة وعازمة حماتها على الفطور وما بتقدر تطبخ، شنو عندها دورة كمبيوتر هي ومرتي. ايه انه تفكر انه ساعدك اليوم، لا تفكر فيها بنوب. اخص عليك تشوف صديقك وصهرك ياسين مزنوق وتتخلى عنه. اتكسر ظهري من الدجاج ومن شغل الدجاج، ولسه في عندي شغل ما فتحوا رزق. بيهون عليك، بيطاوعك ضميرك انه تترك صهرك ياسين يسود وشه قدام رفعات مرته يلي لأول مرة بيستعضوه بشغلين. انت زعلت مني يا سي؟ ما كان هيك عشمي فيك يا هيثم. رح تساعدني؟ ايه رح ساعدك، اللي شو بدك لساعدك. فورا انخطف وروح على سوق الدجاج وجيب 3 دجاجات. 3 دجاج؟ ايش جاي؟ فراريج مثل ما بدك. هذا الطلب مو إلنا، طلب براني. مرحبا حمدي. اهلين هيثم اهلين. شو شايفك مستعجل؟ لك راح يطالع لي روح يا ياسين. خير شو بو؟ قال شو بده فروجين وامتى باخر الوقت؟ لك هلا باقي ساعه للمدفع بده فروجين، بيصير احترقت معه الطبخه بده بيعمل غيرها. لك لا، اجتنا طلبيه جديده. يا الله يهنيه الهي. ايه اخي ابو حمدي، إيه؟ بدي استعير من عندك شي بسكليته لبين ما اروح المشوار، 5 دقايق واجي، جيب الفروجين. ايه خذ هي اخي. هي ايه بس ما تطول لانه بدي سكر انا. لا يلا اوامرك. الله معك. دير بالك عليها. مرحبا، بدي فروجين على كيفك. انزل لي اياه. اوام تاخرنا. الله يسلم الديات. قديش حاول عمي؟ 300. تفضل. يسلموا. اخي هي بكره الصبح بتيجي بتاخذها، بس هي بتكلفك 100 ليره. مو شكلي عم حمدي. الله معك. اشتري معك ابو حمدي. طولت؟ ليش انت رحت لحتى تطول؟ يلا بخاطرك. هيثم قد ساعة معك؟ يا لطيف رح يضرب المدفع. يلا بخاطرك. لك اوام لحي اوام. شو حنون ما خلصتي؟ باقي لي التخزين. بعدين على شو مستعجله؟ لانه ما بقى للمغرب غير ساعه. شو بنا؟ ولا يهمك، هلا بنروح بنلاقي ياسين مجهز لنا كل شيء. خايفه جوزك ياسين ما يقدر يلحق يطبخ. حطي ايديك بمي بارده، هلا بدك تتفاجئي. ان شاء الله. شو خايفه من حماتي؟ لا مو خايفه، بس يعني خايفه انخزق قدام حماتي. لا ان شاء الله بيبيض وشك. دمك لباب السما يا رب. يلا هلا لكمل. هيثم خير.
اوان طعمي طعمي خلص. خير شو في؟ لا تناقشني، الحقني على المطبخ. الله يجعله خير. احلى يكون عامل له شي طبخه جديده ومو بقيان لضربه المدفع الا نص ساعه. يا حبيبي يا حبيبي. شبه مدري ليش ما عم يستوي الدجاجات. من شو يا ترى؟ ما بعرف شو صاير لهم هالدجاجات لحتى ما عم يستووا، ما كنت افهم. بعديك اشوف. شو كأنك هلا حاططه؟ برأيك هيثم شو لازم نساوي؟ ما بعرف، أنا يلي قلت لي عليه ساويته. مزبوط، بس لازم نفكر سوا شو لازم نساوي. اجتني فكرة. شو الفكرة بقى؟ بس لا. لك شو لا؟ قلي شو لا؟ هو المرحومة أمي. إيه؟ بس لا، أعوذ بالله. لك شو لا وشو أعوذ بالله؟ قلي. بتذكر أمي كانت تحطه للزيتون منشان يطرى. إيه؟ بس هيك ما بصير. لك شو اللي بيصير وشو اللي ما بيصير؟ بتزبط. شو اللي بتزبط؟ نطفت لي قلبي. بعد هيك لقلك. لك بعد من وشي. ليكو شوف بدك تستوي ولا ما بدك تستوي؟ يا كريم يا رب، شو هاد؟ رح يأذن المغرب وما كان يجي هيثم، معقولة تأخيره؟ هذا أكيد صهره ياسين طلع له بشي شغلة، أكيد. إيه. وين أبو حمدي وين؟ شبنا كبر لله، شو علية الباين؟ اهلين ابو حميد، ولك اتركني بحالي، والله الهم من فوقي ومن تحتي. خير؟ لك شو شايفك واقف قدام الباب، شو عم تستنى حدا؟ الحقيقة عم انتظر هيثم لأني عازمه على الفطور. هيثم ما راح يجي. ليش بقى أبو حمدي ليه؟ لأنه اجى لعندي من ساعة واستعار بسكليت، قال بده يجيب فراريج لصهره، جايتهم توصي. معناتها مثل ما فكرت صار. إيه شو عليه؟ دبر حالي بفطر لحالي، خاطرك أبو حمدي. ابو حميد شباب يعني لو بدي لاقيها انا ثقيله على نفسي، شو رايك انا انعزم بدل هيثم لعندك؟ حاكم بتعرف انه اختك ام حمدي معزومه عند امها بدها تاكل وانا صفيان لوحدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا 100,000 أهلا وسهلا، أبشر على راسي. تفضل أبو حمدي تفضل. بس بدي أسألك، الساعة محاربة لحماتك؟ لك هي قصة طويلة يا أبو حميد، ولو تفضل أحكي لك إياها ما انطقطع إلا سلام عليكم، أهلين وسهلين، بيتك. تفضل يلا. آمنت بالله على النصيب، كانت العزيمة لهيثم صارت لأبو حمدي. لا كل شيء لشو؟ تفضل بيتك. تفضلوا يا جماعة، خلينا نكسبكم اليوم. شكرا كثير، ما بقي للافطار الا نص ساعة وصاروا اهلي واصلين لعندي. اطلع انزل معك الاكلات؟ لا خليكي مرتاحة، هلا ياسين بيساعدني. يجي ساعدك؟ لا كمان انت خليك مرتاح سيد حسن. ياسين يا ياسين. نعم. طمني، خلصت الطبخة؟ أنا إيه طب إيه معلوم. وين الغراض؟ بالمطبخ. لك شو بدنا نتحرك، ما بقي المغرب غير ربع ساعة. طيب مو بدهم يجوا ياخذوها؟ لك سوسن وجوزها تحت عم يستنوك بالسيارة. ايه هو بيستنوه على التكة. لك شو بدنا؟ شو قلبك بارد؟ يلا. لك شو بدنا؟ لك ليش واقف بوشي؟ أنا بفكري يعني أقول لك هذول طبخة تبع رفيقتك سوسن. بيض وشي، روح الله يبيض وشك. أنت دائما وشك أبيض.
بس وشي انا يا رب. يلا 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 حميد، حطيني اياه هون. يلا يلا. افتحي لي البغزة. على مهلك. غلبناك اخي ياسين. ولو حسب هيك. الله يقدرنا عن كافاتك يا ياسين. المهم يعجبكم طبخي. قالت لي سوسن انه نفسك طيب كثير على الطبخ. ايه هو مزوق بكل شيء اصلا. خجلتوني، هذا لطف منكم. يلا بخاطرك حاكم اهلي صاروا على الباب. مهونة بأمان الله. هي حطيها عندك هون الطنجرة. يسلموا هالديات. الله يسلمك، مع السلامة. شو بدي اقول لحنان هلا؟ يلا ضرب مدفع الافطار. ما تعرف اختي حنان انه نص الرزات المحروقين راحوا لعند رفيقتها سوسن ليطق لنا عرق لحطن واهرب. انا ايش بدي بهالم. ليش هيك الرز طالع؟ مو انا، سهري قال لي نقي الرزات نقيتن، صولن صولتن، حطن بالطنجره يا ابو الهيس حطيتن، اكثر من هيك تعدميني ما في شيء. ان شاء الله من هدول الرزات بعتوا لسوسن؟ ايه شو بها؟ الله لا يعطيكم العافيه. بعد نمشي لشوف الدجاج شو صار فيه. الله لا يعطيكم العافيه فوق تعبكم. شو ها؟ انا بعلمي كانوا في دجاجتين، ليش هيك صار فيهم ما بعرف. بس صهري قال لي انه المرحومه امه مدري شو كانت تحط للزيتون، مدري شو يصير بالزيتونات. لك شو خص الزيتون بالدجاج؟ هيك قال لي صهري. ها ابن حلال من ذكره بيبان. تعال لا يلا يا جماعة، ما بدكم تفطروا؟ شو هذا يلي عامله؟ هذا الحقيقة أنا حطيت الدجاج ما كان يستوي، عند قمت جبت لهم شوية عطرونة وحطيتهم بالطنجرة وغطيتها وحطيتها على مصاروا هيك. لك يا فهيم، القطرونة للزيتون مو للدجاج. شو بدي ساوي؟ شو بدي أعمل؟ طيب الرز ليش هيك طالع؟ هذا مو أنت اتصلتي فيي وقلتي لي بدك أطبخ لك لرفيقتك سوسن؟ إيه اتلبكت بالطبختين، قام احترق معي الرز. الله لا يعطيكم العافية فوق تعبكم. معلش شي بسيطة، اعتبريها شوربة دجاج. شوربة دجاج؟ طيب سوسن شو بدها تعمل؟ لك شو بدها تسوي قدام حماتها؟ اتركوها علي انا اتركوها علي. مو عليك، جوز حسن عنده سيارة، بياخد سيارته وبينط على مطعم بيجيب لهم اكل جاهز. لا الافضل شيء تتصلوا فيه ويجيب لي دجاجتين وانا راح اطبخ له انا المره اورجيكم كيف الطبخ. وانا بساعدك. طب عليك. رب عليك يا ياسين. عجبتك يا ياسين، اكذا الحسنه بعشرة امثالها. كيف اذا قدرنا نفطر الايتام كلهم، وخاصة إذا كانت على حسابنا. تعرف ياسين؟ نعم. أنا ببصم لك بالعشرة. أخي اتكلنا على الله، شرف لنروح نجيب الغراض. شرف. صحيح ياسين؟ نعم. على شرط. شو الشرط يا مو؟ التكلفة بيني وبينك بالنص. هلا فارقة التكلفة وما التكلفة، أنا وياك واحد، يلي بدك إياه بيصير. شرف. صحيح ياسين؟ يا ياسين؟ هون ايه ياسين، شو الطبخة اللي ناوي تطبخها اليوم؟ صحيح شو بدنا نطبخ؟ اسمي وباسم الأطفال الأيتام بهالملجأ بشكركم كثير على اللفتة الكريمة تجاه أطفال
فقدوا عائلاتهم وانحرموا من حنان الأهل. هذا واجبنا يا أستاذ. نحن ما بدنا مين يتشكرنا، لأنه غيركم ما بينتبه للأطفال الأيتام بهالشهر الفضيل، ما بينتبهوا غير للفقراء اللي حواليهم. بس ما قلتوا لي كيف بدكم توصلوا الأكل لهون؟ يا سيدي أنا رح أحط الأكل بصينية كبيرة وقبل المغرب بنص ساعة بيكونوا عندكم. كثير منيح، ونحن بدورنا رح نضم أسماءكم لأسماء المحسنين وأهل الخير. الله يقدرنا على فعل الخير. آمين. صحيح ما قلت لي ياسين انه ما لقيت تطبخ لون الا غير مجدره؟ صدقني يا هيثم فكرت ما طلع معي غير هالأكلة شبهها. هي ما بها شيء، بس لو انك طابخ لهم مثلا اكله دسمه فيها كراديش لحم، فيها لحمه. يا ريت يا هيثم كان فينا، بس يلا المهم مثل ما قال الأستاذ محسن إنه تذكرناهن وبس. قلتك بعدين شبه المجدرة أخي، مفيدة وفيها بركة ومصاريفها قليلة على قد حالنا. قلتك شوية برغل على شوية عدس على شوية زيت على شوية بصل. وينكم يا جماعة؟ صار لي كذا مرة طالع لعنكم ما عم لاقي حدا. خير في شي عمي ابو مروان؟ من شوية اجا واحد افندي وسأل عنك ومبين عليه شخص مهم. مهم؟ ايش؟ ما قال لك شو اسمه؟ لا ما قال لي، بس اعطاني هالكرت وقال اول ما تجي اتصل فيه. فرجيني. غضوب الغضبان. صلاة على النبي شوف في عنده هون تليفونات على الكرت. شوف هيثم هات شو؟ بحياتي ما سمعت بهالاسم. بتعرفوا انت شي ياسين؟ على ما اظن هذا مدير التموين، بس شو بده مني؟ تموين؟ ليه؟ ليكون بس لا ما بجوز بدهم يسعرونا طبخاتنا. انا هيك فكرت بالاول، بس ما بظن بجوز يا ياسين بعد هالشهرة المطنطنة طلع عليك رسوم كمالية. هلا عم نتصل فيه ومنشوف شو القصة. شكرا ابو مروان خاطرك. الله معكم. عن اذنك. مع السلامة. روح الله معك. تموين. أكيد في شكوى على ياسين، أكيد. العم شو الرقم الشؤوم هاد؟ 13 3. اللهم اجعله خير. ياسين هلا الو هون مكتب الاستاذ غضوب الغضبان. مين بيريدوا؟ انا ياسين، عفوا الطباخ ياسين. اهلين بالسيد ياسين. اهلين فيك يا سيد ياسين، انا ومرتي قاصدينك بخدمه، يا ريت تلبي لنا اياها. اذا هيك بسيطه. يا سيدي مثل ما قالت لي مرتي انك خدومي واكابر. عليم الله ركبنا انحليت لما قرينا الكرت تبعك. سيدي حصل سوء تفاهم وانا بعتذر عنه. بسيطة سيدنا سيد غضوب، شو ممكن يعني أنا بقدر أخدمك وأقدم لك خدمة فيها؟ الحقيقة اليوم عازم زملائي مدراء التموين بالمحافظات، وبدي من تحدياتك شي فطور ما ينسوه بحياتهم. يا سيدي أنا تحت أمرك، أنت اختار الطبخة يلي بدك إياها وأنا مستعد نفذ لك إياها. يعني شي أكلة معتبرة وتقيت. حاكم هدول اللي عازمهم كلهم مكرشين شروا احساني. بده طبخ. اخي انا برايي تعمل كبسه. بس وينك؟ بدي اياها بلحمه الموزات، ما بدي اياها بالفراريج. مو على عيني، الك علي بيض لك وشك ورفعاتك يفطروا فطور ما ينسوه بحياتهم. املي فيك، وان شاء الله الا ما اجي يوم
واتعرف على هالوش الحلو يا سيد ياسين. وعنك كمان تكرم يا سيدي. قبل المغرب بنص ساعة بتبعت جماعتك بتلاقي كل شي جاهز وتمام. الله معك، مع السلامة. شو القصة يا سيدي؟ ما في شي، اجتنا طلبية لعزيمة مدير التموين. شبانك؟ هذا ما ارتحت له بنوب بنوب. وليش بقى؟ ما بتشوف المثل شو بيقول؟ الطاقة اللي بيجي منها ريح سدة واستريح. شو قصدك؟ قصدي معروف، هذا رجل تموين مو زبون عادي، وفهمك كفاية يا سيدي. يا أخي أحرجني، مو بس مدير تموين، بيكون كمان زوز رفيقة مرتي حنان. ولا شو بدنا نعمل؟ صار عندنا طبختين، كبسة ومجدرة. ولا يهمك، الحقني يلا. اليوم يا جماعة جوزي عازم مدراء التموين على الفطور. يعني عندكم عزيمة مطنطنة؟ بتصدقوا اني حاملة هم هالعزيمة كتير؟ ايه معك حق تحملي هم، الله يعينك. لا، والمعازيم ناس تقال كتير وبيعرفوا طعمة تمهم. قلت له لجوزي غضوب وانا مالي مستعدة فوت على المطابخ، هالعزيمة بدها 20 مرة ليقدروا يلحقوا الاكل على المغرب. معناته رح تجيبوا له الاكل جاهز من شي مطعم؟ قلت له يجيب اكل جاهز بس ما رضي. وليش بقى سناء خانم ما رضي؟ تاري حضرته قايل لزملائه اني طباخة شاطرة. بعدين جوزي ما بيحب اكل المطاعم، يعني اذا ما كان المطعم مشهور كتير واكله ديلوكس ما بيروح عليه. يعني هيك حطك تحت الامر الواقع ورح تطبخي لهم بالبيت؟ هو من حيث المبدأ ايه، بس على التنفيذ لا. شلون بقى؟ يعني عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة. ما فهمت عليكي. قصدي قدام الضيوف انا يلي طبخت، بس يلي رح يطبخ الاكل شخص تاني. وشو رح تطبخي لهم؟ قصدي شو رح يطبخ لهم الشخص الثاني؟ رح نساوي كبسة باللحمة، هلا هيك خبرني جوزي. بتحبي اجي ساعدك بالطبخ؟ تسلمي لي، مساعدتك وصلتني لحالها، ما في لزوم تعذبي حالك. وشلون بقى؟ جوزك ياسين هو الشخص اللي رح يساوي لنا الكبسة، مو انت قلتي لي انه شاطر كثير بالطبخ؟ ياسين؟ وهي البندورات سيدي. يسلم وديات. قديش ورقك معنا؟ 50 ورقة. هي 50 ورقة. عوضي. الحمد لله كل قوتي الكبسة صارت جاهزة. حلو، قل لي إذا ناقصك شيء. ها أنا مالي مستعد أنزل على السوق مرة ثانية. لك أخي الرزات اشتريناهم. حلو. والفليفلات اشتريناهم. حلو. وهي البندورة اشتريناها. مظبوط. واللومي اشتريناه والهيلات اشتريناهم. ما في غير نروح لعند خالي أبو رياح نقطع اللحمة. يلا امشي. شرف. يلا. ما لقيت تعليني الا مع التموين. شو بيعرفني انه التموين؟ سألني قديش كيلو اللحمه الابرات؟ له 350. ما بتعرف تقول له 200 ليره؟ شو بدك يعني كذب والدنيا رمضان؟ فالح كمان فالح. ليش هي اول مره بتصدق فيها؟ ما جيت تصدق الا على الضرر. حيرتني، ما انت قلت لي لا تكذب؟ اللهم طولك يا روح. هات لشوف، ارجيني الضبط. هي الضبط عليه غرامه 2000 ليره ومحكمه كمان. ومحكمة كمان. الله لا يعطيك عافية فوق تعبك. لا تخاف يا بي، إذا انحبست أنا ببيع بدالك بالدكان. إن شاء الله يحبسوك بباقي الأخلص منك. روح مشي. أوعى. تعال هون. وين رايح؟ الخروف اللي كان معلق هون وين رحت فيه؟ صادرته الصحة. شو هالحكي؟ والصحة كمان؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. وليش بقى ليش؟ لأنه ما عليه ختم الصحة. وما فيك تقول له إنه الشافية اللي عليها الختم بعناها؟ شو بدك يعني كذب ولا صدق؟ ايه شو حكيت هالمرة؟ قلت لهم انه الخروف مذبوح برات المسلخ. ايه بدي اسلخ جلدك عن عظمك. امشي. ما حدا عم بيرد، معناته لساتهم عم بيتسوقوا. ما قلتي لي حنان، منين جوزك ياسين هالمواهب؟ هو متوارث هالمواهب أبا عن جد. يعني أبوه كان طباخ؟ لا، جده كان طباخ للسلطان عبد الحميد، وأبوه كان رئيس الطباخين لقيصر روسيا. لهالدرجة؟ دخلك؟ ليش ما اقترحتوا على ياسين يعمل لكم أكلات شعبية مثل ست زبقي، حرة إصبعه، مجدرة؟ الله يسامحك يا حنان، بدك يانا نطبخ هيك أكلات لضيوف جوزي؟ قال مجدرة. سمعتكم عم تقولوا مجدرة، ياي شو مشتية عليها، وخاصة إذا كان جنبها شوية مخلل بخيار ولفت. بتعرفي سوسان، مو مبينة عليكي بتحبي الأكل؟ بدي روح لاقي لي شي محامي شاطر. بس وينه هذا رياح؟
دقي مالي رايح من هون لحتى يجي واخلع الرابط تبعه. مرحبا خالي. خير 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 يا ابو رياح، نص 1500 شبنا. لا تاخذوني يا جماعه، ما انتبهت لكم. خير ان شاء الله، شايفك مشغول البال. مصيبه مصيبه وقعت فوق راسي. مصيبه؟ خير شو هي المصيبه؟ التموين لدعوني ضبط وغرامه ماليه كمان. ها منشان هيك وشك ما عم يتفسر. لك لا، وفوق منها حبس. خالك ابو رياح رح ينحبس يا ياسين. طول بالك خالي، شبنا. ولا يهمك يا ابو رياح، السجن للرجال، بعدين كل عقده ولا حل. عن اذنكم رايح شوف شي محامي شاطر. شبك مستعجل خال؟ نحن رحنا لعندك على الدكان لقيناك مسكر، اجينا نوصيك على شوية لحمة موزات. سكرت الدكان من هالمغضوب ابني. نحن فكرناك نفقت. يا ريت يا هيثم يا ريت، الصحة والتموين خربوا بيتي. على هالحالة شلون بدنا ندبر له لحمة لمدير التموين؟ هيثم مدير التموين موصيكم على طبخة كبسة. لك ايه حتى شوف كرته وينه. ها وين كرته؟ ياسين معك كرته لهذا وارقام هواتفه كمان. إذا مالك مصدق هي الكرت تبعه، تفضل شوفه. ايه والله هو بذاته مدير التموين. يا ريت تحكوا لي معه، بركي بيفرط لي اياها حبيه. لك شبكون رح ادبر لكم احسن لحمه موزات، لك ببلاش بدون مصاري، بس تواصلوا لي اياها معه، خليه يفرط لي اياها حبه. شو رأيك ياسين؟ شلون بدي فكر بالموضوع وخالي ما عنده لحمة؟ لك شبكون خذ الكرت لك، روحوا انتوا على بيتكم وانا رايح ادبر لكم اللحمه من تحت الارض. ياسين استوى العدسات، شو ساوي هلا؟ تعا خذ البرغلات اللي انا نقيتهم ودبهم فوق العدسات. ياسين اظراف كثير العدسات وفحلين، بدك تصور استووا على الهبله. برافو عليك، هلا صرت تفهم بالطبخ. لك عنك عمي. زك الله يرضى عليك. ها تعا كمان قشر البصلات وقطعهم مشان تقليهم. يلا تعا هيثم، هي بصل وهي بصل هدول مقشرين، قطعهم مشان تقليهم للمجدرة. ياسين نعم. بالسوق ما في بصل، ما بدمع العيون. هو بيقولوا انه ريحة البصل تجلي العيون. طلعت عيوني. استوت اللحمة. لا والحنفية عملنا اياها هذا الزلمة واطية. مين هلا بده يعني
ليش انا فاضي؟ قديش سهل تنقايد البرغل والحداث، قديش صعب فرمة بساط تضربوا انت والابني. لك طاري هي حنان على التليفون. يا اخي ما في شي بيتخبى بهالبلد، حتى حنان بتعرف هي الطبخة اللي بين ايدينا لمين. هي فرم البصلات، شو بدها كمان المجدرة؟ سألنا البرغل والعدس على النار، ما صفي غير انك تعلي البصلات. قوم عليهم. خلصني. ما في محل على النار، وين بدي اليون؟ على الغاز الارضي، فتح لي مخك هيثم. ولا فتح عيوني من الاول. يلا خلصني. سكر مخي من ريحة البصل. شبك انبطحت عرضان. شبك هيثم هيثم صار لك شيء؟ قوم شبك. انت حالي راحت علي يا ياسين. اخص عليك خويف، طنجرة بخار بتنفس تنفيس، انت بتموت رعبة وبتنبطح بالارض. هلا اذا بدها تنفس هيك بتعمل؟ لك عن هيك طنجرة البخار. هيثم انا لسه ما حطيت اللومي للكبسة، وشفتني وين حطيت اللومي؟ عالطاولة هنيك. يلا لقوم انا حط اللومي وانت الله يرضى عليك ايملك بصلات كبهم وعشر غيرهم وفرمهم مشان تقليهم للمجدرة. يلا. لك ايه تعي شوفي هالمطبخ قايم قاعد. الله يعافيكي. ايه كبسة باللحمة، ملوخية، فتوش، فتة مقدوس. لك ايه شو بدي اعدلك لعدلك؟ صار لي عم حضر لهالعزيمة 3 ايام. لخفيها شوية، بدي اشوف ياسين وين وصل، ما بقى المغرب الا نص ساعة. ايه مثل ما اتفقنا. لك ايه بس لخلصنا هالهم اللي انا فيه. ايه ما سألتك انت شو طابخة اليوم على الفطور؟ مجدرة؟ ماشي حالها، يلا ببقى بحاكيكي بعدين، مع السلامة. المجدرة الو مين؟ اهلين غضوب بيك. دقيقة لشوف لك اياه، لاني هلا وصلت على البيت. دقيقة. ياسين ياسين. نعم مين؟ جيتي حنونتي؟ هذا غضوب بيك عم يسأل عن الاكل، شو قول له؟ قولي له كل شيء جاهز، يبعت جماعته ياخذوا الطلب. طيب. الو ايه غضوب بيك، الاكل جاهز، اذا بتحب تبعت حدا ياخده. ايه مع السلامة. خير شو في؟ يا لطيف وينك هيثم؟ لك شو جاب الصواني لفوق راسك؟ لا الحمد لله سليمة. شلون هيك الصواني اجوا فوقها؟ لك اجيت لحتى اسحب صينية من الصواني لحتى افردها عليها، اما كلياتها فوق راسي. خير ان شاء الله. خير بالك ثاني مرة. حنان زكاتك زوقي لي هاي كبسة بالصنوبر واللوز. تأمر انت بس. جيب لي البصلات ان شاء الله مجدرة. يلا بسرعة شوي. برافو عليك. ايوه ايوه
يمكن اجوا. انا بكمل اروح ما بسرعه. اكيد انت من طرف مدير التموين. ان شاء الله الاكل جاهز. دقيقه شوي. ياسين. نعم. اهلا وسهلا. الاكل جاهز وعلى التمام. يلا هيثم. تفضل وسلم لي على السيد غضبان، قل لك على السيد غضوب. لا تنسى تسلم لي على الست سناء كمان. بيقولوا معلمي يعملوا فاتوره مفصله بالاكل. فاتوره؟ لك ايه ومفصله كمان. ايوه اخي انا بكره ببعت الفاتوره مع مرتي على الشغل. خاطركم. مع السلامه. يلا هيثم خلينا نلحق ناخذ المجدره للدار الايتام. يلا. وليش ما قلتوا للشوفير يوصلكم بطريقه؟ لك يا حنونتي طريقه غير طريقنا. كنت خلصني. بس ما يطولوا، المعازيم ما بقى يصلوا. إيه ماني خايفة غير المعازيم يشوف الشوفير تبعك هو حامل الأكلات. قولي بينكشف السر. لك يا اخي ليش طولتوا لهلا؟ ما في شيء، كان في شويه عزق على الطريق بس. ايه انتظروني بالسياره، بجوز اعتازكم. حاضر. يا سلام، وصل على الوقت المضبوط. الحمد لله. ها يمكن المعازيم، رح افتح الباب. اهلين اهلين اخي هيثم، الله يجزيكم الخير يا محسنين، الله يجزيكم الخير. ان شاء الله ياكلوهم بالهنا. الله يهنيك. اخي هيثم اجبروا خاطر الايتام وفطار معهم. يا ريت كان بودي، بس عم بنتظرني اخي ياسين. سير بايدك حق والله، الله معك مع السلامه. أذن المغرب، تفضلوا يا جماعة. أختكم سناء عاملة شيء من قريبه. جدرة والكبسة والسبت الأجر إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن. مين يا ترى؟ خير ان شاء الله. لما مين اجى بهالوقت؟ مين جاي؟ شو بيعرفني مين اجانا بهالوقت؟ لقوم شوف. مين؟ ما لقيت تلعب وتغش الا على مدير التموين. لا شو صار اخي؟ حتى عم تتبلانا انت ومديرك خبط لزق. شو طلب منك مدير التموين؟ كبسه. لكن ليش بعت له مجدره؟ مجدرة؟ شرفوا معي الدكتور. لوين اخي؟ بعدين تعال. يلا أنا بفطر وبلحقكم. يبعت لي حمى اخذوهم. شو عم تقولي؟ التموين اجى اخذ ياسين وهيثم؟ ايه ليلي شو قالوا لك، العطل من اللحمه ولا من الاكل؟ شو عم تقولي؟ الاكل ما في عليه لحمه بنوم؟ قولي يا رقبتك يا ابو رياح، عم اقول لحالي هالنهار ما رح يمضي على خير.